وبركاته. شلونكم يا شيخ؟ اخباركم في قناة الشهم العماني؟ يا هلا والله فيكم. مقطع جديد يكسر الحديد. اليوم راح نتكلم مرة ثانية عن قناة الأسطورة. نزل مقطع، كل ما ينزل مقطع جديد لازم نحن ننزل، بس الأسبوع الجاي بيستوي يعني ما بنزل وايد مقاطع، فالحين ياس أعطيكم المحتوى. الحين بسم الله بنبدأ نشوف المقطع. هو مكتوب هنا داخل عنوان أفضل 5 مسلسلات خليجية بالنسبة له. تعال نبدأ المقطع. مقاطعي أنا اليوتيوبر أحمد. طبعا لا تنسوني من الاشتراك واللايك. أعطوا لايك واشتراك الحين، حتى هو قدامكم ضال اللايك اشتراك. سير والله انك ما بتخسر شيء. اعطيني لايك واشتراك ويصير تدخل قناة الأسطورة وفجر قناتي. كذلك ادعموا أخوي الشام العماني، وصلوا إلى 1000 لايك وانتوا قدها ماشي. شفتوا كيف ان هذا الشخص يعني يستاهل التعاون معه. صعب والله في الحياة. أما اليوم راح أتكلم عن أفضل 5 مسلسلات ممكن تشوفها في الحياة، ومسلسلات خليجية. وش مسلسلات؟ وش؟ خلاص قفل. أنا قلت كلمة يمكن أنا قلت إيش كان قصدي. مسلسلات خليجية. أنت لحظة عني. أما اليوم راح أتكلم عن أفضل 5 مسلسلات ممكن تشوفها في الحياة، ومسلسلات خليجية. وأنا من محبي الدراما وأنا وتابع MBC دراما، يعني من محبي الدراما جدا. الله عليك. هذا المقطع يعني بناء على تقييم الشخصي. في المركز الخامس مسلسل الكون في كفه. طبعا هذا المسلسل علم. أنا الصراحة تابعته، مسلسل كويتي فنان طلع في 23/20. كان شي كورونا وكان شي يعني وايد. أنا كنت تابعت الصراحة مع شخصية. باختصر ما بحرق عليكم لأنكم شي وايدين بايشوا يعني الحال المسلسل. ما بحرق عليكم وايد، بس لكن مسلسل عبارة عن إنه يعني شي أخت كبيرة يعني، وأبوها يعني ما أعرف يمكن كان متزوج حرمة، وبعدين تزوج حرمة ثانية، والحرمة الثانية جابت 4 أولاد، هو مسكنا كلهم داخل بيت أبوه، وهي سكنت أمها أو أخوانها اللي ما من أبوهم، ويعني عايشتهم داخل بيتها وما أعرف. ما بحرق عليكم. هذا عمل درامي كويتي ومن أحد أفضل المسلسلات ضرب الترند في رمضان 2020، خاصة أن في الفترة كانت حظر وكورونا، فارتفعت المشاهدات وكان مسلسل جيد. وبدأ يبرز نجوم جدد على الساحة مثل الفنانة ليالي دهراب، الفنانة إيمان الحسيني. بدأنا نعرف وجوه أكثر مثل يعني ذي الوجوه يا الأخ الأسطورة، ذي الوجوه يعني مشرقة بالإيمان. يعني ذي الوجوه مستحيل حد ينساهم حياتهم عاد من 5 سنين. أنت تتكلم عن مسلسل من 5 سنين. أن ناصر عباس كذلك، فهذا من أفضل الأعمال، وكان العمل اجتماعي جدا وهادف جدا صراحة. وأنا صنفه في المركز الخامس على مستوى الخليج. يعني أنا ما أصدق يا أحمد يا الأسطورة إنه يستاهل المركز الأول. هذه الأعمال اللي شفتهم. أما في المركز الرابع فهو مسلسل أم رويحة الجنة. هذه والله الصراحة هذا المسلسل ما تابعته، بس تعال نشوف شو بيقول عنه. مسلسل اجتماعي قوي، فيه عن حكاية أبناء كيف عاشوا مع أمهم، ومن هنا راح نشوف أحداث في هذا البيت. طبعا المسلسل استوت لي يعني مشاكل بسرعة. 1 2 3 أمهم، ومن هنا راح نشوف أحداث في هذا البيت. طبعا المسلسل كان من بطولة الفنانة القديرة لحظة نسيت اسم المسلسل. وش؟ العباس كذلك، فهذا
من أفضل الأعمال، وكان العمل اجتماعي جدا وهادف جدا صراحة، وأنا صنفه في المركز الخامس على مستوى الخليج. هذه الأعمال اللي شفتهم. أما في المركز الرابع فهو مسلسل أم رويحة الجنة، مسلسل اجتماعي قوي فيه عن حكاية أبناء كيف عاشوا مع أمهم، ومن هنا راح نشوف أحداث في هذا البيت. طبعا المسلسل كان من بطولة الفنانة القديرة سعاد عبد الله، ومن أحد أفضل المسلسلات اللي شاهدتها الصراحة، تتكلم عن العائلة وعن هذه الأمور. أما في المركز الثالث فالمسلسل بيت الحمولة، كذلك نفس الشيء. بيت الحمولة عاد أنا بكلمك اختصارها. ان هذه أمة سلطة وما أدري وش يعني، ومحافظة على فلوس، وهذه نزل داخل رمضان هالسنة هذه 2025، وفاز على كل جوائز أتوقع. إذا ما كلهن يمكن بس واحد ولا اثنين يعني مسلسل درامي لا يفوتكم. أنا ما بحرق عليكم، بس فنان. هو اللي فاز بأفضل مسلسل لرمضان 2025 بالنسبة لي وبالنسبة لبعض الناس، وأكثرهم يعني يقولون بيت الحمولة وأبو البنات. من المسلسلات المميزة وتتحدث عن عائلة وعن بطولة إلهام الفنانة القديرة إلهام الفضالة. طبعا هذا المسلسل قوي جدا، والصراحة حبيته كثير جدا، وكان في رمضان السابق، وكان إضافة كبيرة للدراما الكويتية في الحقبة الأخيرة الصراحة. أما في المركز الثاني فالمسلسل الشهير الحيالة. طبعا الحيالة مسلسل غني. الحيالة صدق إنه مسلسل غني عن التعريف. هو يعني ما برأيي أحمد الأسطورة، هو برأيي الأسطورة إنه معطلنا المركز الثاني، بس هو لو بحثت في جوجل ولا شات جي بي والله ما أعرف أنطقه، بس لكن بيطلع لك إنه ثاني أو الثالث، ما إذا ما أظن إنه الثالث ولا الثاني أشهر مسلسل، وانعرض أول مرة في MBC دراما سنة 2002. التعريف ما يحتاج إني أتكلم عنه كثير، وكان من أحد المسلسلات القوية، وما زال ينعرض الآن على بعض القنوات التلفزيون. أيوة يعني شيء بعض الآن يعني مثلا، بس لكن في بعض البرامج اللي ما توقعت، يعني مثلا إذا بحثت داخل شاهد ما بتلقى للأسف الشديد. ومستمر وله جمهور كبير، جمع فنانين كبار مثل الفنانة العمانية القديرة فخرية خميس. هذه فنانة عمانية الصراحة. أنا هذا أول حلقة أتوقع أن أول حلقة مثلت فيها هي مسلسل حياة، والحين وفي وايد ممثلين، ورحمة الله ما أعرف من اسمه الصراحة، دواس وأخوه مانع. هذين أنا حافظ أسمائهم بالمسلسل، بس لكن في الحقيقة الصراحة ما أعرف أسمائهم. توفوا رحمهم الله. توفى دواس في سنة أتوقع 2018 و 2019، ومانع توفى سنة 2006. مثل الفنان خالد النفيسي وعبد الحسين عبد الرضا رحمهم الله. والآن مع المركز الأول فهو مسلسل خالد تقماشة من أحد خالد تقماشة. عاد هذا المسلسل حكاية ثانية. هذا المسلسل استوى يعني في سنة 1988 ولا 98 والله ما أعرف الصراحة، بس ذاك مسلسل قديم، وكان جودته عالية على ذاك الزمان. كانوا يطلعون ده في بعض الناس وبعض العوائل يشوفون برامج أبيض وأسود، يعني ما كان حتى شيء عند العرب واي فاي في ذاك الزمان يوم كان ينزل المسلسل. كان كل مسلسل أبيض وأسود، بس لكن ينزل المسلسل وانتشر بشكل قوي. وأنا ما بحرق عليكم، بس أتمنى أنكم تشوفونه وفي بعض المسلسلات يعني الخليجية إلى الآن ما قدرت تستوي للمستوى، والحين سنة 2025، وإذا تكلمت عن 30 سنة زي المسلسل من 30 سنة.
أفضل المسلسلات صراحة. كان له جمهور قوي وتابعوه أغلب الناس في الخليج وكذلك في الوطن العربي، وكان يتكلم يعني بشيء يحصل في المجتمع في تلك الحقبة. وإلى هنا وانتهى المقطع، وشكرا لكم. أتوقع أنه يعني شيء امرأة أولاده يتظاهرون بحبها له وهم ما يحبونها، يعني أتوقع هذه. وإلى لقاء آخر. اشتركوا في قناتي وفعلوا جرس التنبيهات، ولا تنسون أنكم تشتركون لا تنسون لا تنسون الاشتراك الصراحة. له قناة الأسطورة يعني والله العظيم إنه يستاهل ويتعب ويقول لي الشام العماني. أنا الصراحة وايد تعب في المحتوى بس ما يني وايد دعم، عشان كذا لا تزعلوني وعطوا أحلى لايك واشتراك. يعني صح إنه مقطع وايد طويل بس وش تسوي هذه الحياة. يلا مع السلامة.